السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة كنافة جميلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. معايا كده نص كيلو كنافة، حطيته في الفريزر لحد ما جمد معايا وبقى بالشكل ده. كده هفركه بايدي كده وهخليه ناعم كويس قوي. يعني لو انت عايزة تحطيه في الكبة او الخلاط تفرميه مفيش مشكلة، بس هو كده سهل بالنسبة لنا برضه. نفركه كويس قوي وننعمه عشان احنا هنحمره في الطاسة. لو انت عايزة تحمريه في الفرن تحطيه في صاج وعليه سمنة بلدي وتدخليه الفرن يتحمر ماشي، عايزة تحطيه في طاسة برضو بسمنة بلدي كده ماشي، بس انا حبيت ان انا اعمله على عين البوتاجاز في طاسة. كده خلاص فركناه كويس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. واي حاجات تلاقيها مكتل او كده تشيليها من الكنافة عشان بس ايه ما تبقاش مش هتتحمر معانا في الطاسة. كده سيحنا سمنة معانا بالشكل ده. طبعا كمية السمنة زي ما انت عايزة، هي الكنافة اصلا بتحب السمنة البلدي، فانا سيحت السمنة معاكم وهحطها كده على الكنافة وافضل افرك فيها كده لحد ما تتشرب من بعضها، عشان لما احطها تتحمر تكون شربت السمنة بتاعتنا وما تتحرقش. وهحط عليها كده فانيليا، هقلبها بقى كويس كده مع بعضيها لحد ما تتشرب معانا السمنة. بعد ما اتشربت السمنة كده حطيتها في طاسة على النار، لازم تكون الطاسة دي سخنة. بس اهم حاجة في تقليب الكنافة وتحميصة الكنافة عشان تبقى مظبوطة معاكي لازم تقفي جنبيها وتفضلي ايدك فيها تقلبيها، لان الكنافة بتتحمر بسرعة ممكن تتلسع منك. فتفضلي تقلبي فيها يمين وشمال من تحت لفوق كده لحد ما تديك اللون اللي انت عايزاه، اللون الذهبي. هو ده كده لون الكنافة المطلوب اللي احنا عايزينه، بقى لونه كده مش محروق ولونه كده اصفر ذهبي. كده هنعمل الكريمة مع بعضينا. كده معانا كوباية لبن ساقع ومعانا الكريمة، طبعا الكمية حسب ما انت هتعمليها. انت تبتدي بنص كوباية لبن تحطيها على الكريمة وتفضلي تضربي فيها، تلاقيها تقيلة قوي معاكي تزوديها برضو لبن، بس لازم يكون ساقع او مية ساقعة عشان تديك القوام اللي انت عايزاه. ويا ريت تكون الكريمة دي من غير سكر عشان لما تتحط على الكنافة تبقى الطعم يكون كويس، لان انت كده كده الكنافة هتحط عليها شربات فهتبقى مسكرة، فعشان ما يبقاش الكريمة مسكرة والكنافة مسكرة برضو، فهي لازم يكون الكريمة من غير سكر والكنافة كده يبقى تدي طعم كويس يعني مناسب مع بعض. فكده هنضربها كويس مع بعضينا وهي بالشكل ده دلوقتي. وكده الكنافه بتاعتنا انا حطيتها في بوله كده عشان تبرد، وهحط عليها السيرب بتاعها بقى. طبعا الشربات بتاعها على حسب برضو ما انت عايزاها مسكر قوي عايزاها كويسه معقوله زي ما انت عايزه. فكده الشربات ده انا كنت عاملاه وحطاه في التلاجة وطلعته على طول للكنافه على طول، يعني ما خدتش معايا وقت. فكده هقلب معايا الكنافه كده في الشربات كويس. فطبعا هي لازم ان انا اقلبها كويس عشان تقدر تمسك معايا في القالب اللي انا هعمل فيه هشكل فيه. فطبعا هنقلبها في الشربات كويس جدا، وبعد كده هنحط عليها كمية من الكريمة دي، مش الكريمة كلها، هنحط نص الكمية ونقلب الكنافة مع الشربات كويس، وبعد كده نحط عليها الكريمة تديها طعم جميل جدا. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. طريقة سهلة وما خدتش معايا وقت بس الا في التحميص بتاع الكنافة. كده بقى هنحط نص الكمية بتاع الكريمة زي ما قلت لكم كده ونقلبها كويس. كده قلبناها كويس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا هي الشكل كده مش قوي، بس لما تتحط في القوالب هتكون كويسه. وكده معانا مكسرات فول سوداني وبندق محمصاهم زي ما انتوا شايفين كده حطيت عليهم. لو انتوا مش حابين مكسرات كفايه الكريمه بس والشربات، حابين مكسرات اي مكسرات انت عايزه تحطيها حطيها. فكده قلبناها كويس وهنشكلها بقى في القوالب بتاعتنا. انا معايا القالب ده اللي هو شكل القلب، لو انت عندك شكل مدور او اي شكل تاني براحتك. هنحطه كده على كيس من اللي هو كيس التلاجة ده، ونحط الكمية بقى في القالب ونضغط عليها كويس عشان تمسك مع بعضها. وطبعا طريقة التقديم دي بترجع لك، عايزة تعمليها في القوالب الصغيرة دي ماشي،
عايزه تحطها في صينيه كده وتعمليها قطعه واحده وتقطعيها مربعات كده براحتك برضو، بس انا حبيت الشكل ده عشان بتبقى مثلا ايه الواحده كده ما تاخديها تاكليها تبقى سهله معاكي. طبعا واللي نفسه في حاجه يعملها، اللي عايز يحط مكسرات، اللي عايز ما يحطش، اللي عايز يحط كريمه ما يحطش، براحته، كل واحد وطريقه التقديم اللي تريحه. بس انا دي فكره انا حبيت ان انا اعرفها لكم، فقدمت بيها الكنافه بتاعتي. بس بصراحه كان جميله جدا بصراحه، في التقديم وفي الاكل وفي الطعم وفي كل حاجه. كده هنعمل الكنافه كلها بالشكل ده كده، وهوريها لكم بقى بعد ما نخلصها. كده خلصنا كمية الكنافة بقت بالشكل الجميل ده. طبعا طريقة التقديم جميلة جدا وتفتح الواحد كده لنفسه ان هو ياكل منها. كده معايا النوتيلا، هزينها بالنوتيلا وبالكريمة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، اللي عنده اي حاجة يزين بيها، مش شرط اللي انا بقول عليه. حطيت النوتيلا كده في كيس تلاجة وفتحت فتحة بسيطة كده، وهنزل على الكنافة بتاعتي. طبعا هحط جزء نوتيلا وجزء كريمة، وهزين بمكسرات وزي ما انتوا عارفين يعني. يا رب الفكرة تعجبكم ويكون الفيديو يا رب كده ينول رضاكم، وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا هي كده طريقة التقديم بتاعتي. هحط بقى، انا حطيت نوتيلا، هحط بقى الكريمة وهحط عليها بقى مكسرات وخلاص، بألف هنا وشفا. يا رب كده الطريقة تعجبكم ويكون الفيديو نال رضاكم، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.